السؤال اللي هقوله لك دلوقتي في الدعامة والحركة هتلاقيه ان شاء الله يوم الاربعاء الجاي في امتحان الاحياء. في الفصل ده وانت بتذاكر الهرمونات، في هرمونات فيه موجودة في فصل التكاثر، حاول تربط الهرمونات دي ببعضها. صدقني بقى الفصل ده اللي هيمرجحك في اسئلته في الامتحان، لان حرفيا اسئلته مش مفهومة ولا بتعرف تتحل. امتحان السنة اللي فاتت لما دخلنا كان اغلب الاسئلة فيها رسومات، حتى الاسئلة النظري اللي كانت موجودة كانت برسمة. خلاص وصلنا لامتحان اخر مادة في ثانوية عامة. مهما كان ادائك النهاردة في امتحان الجيولوجيا، سواء حليت حلو وحليت وحش، فهو خلاص عدى والسنة يعتبر خلصت. يعني مثلا كنا من شهرين بنفكر لسه هناخد دروس عند مين، هنحجز عند مين، ننزل سنتر ولا اونلاين. حرفيا كل الحاجات دي عدت ودلوقتي معادش غير اسبوع وتخلص ثانوية عامة. المفروض الشعور اللي يكون مسيطر عليك دلوقتي انك تكون فرحان انك بتخلص، مهما كان ادائك في الامتحانات اللي فاتت انت تكون فرحان ان السنة دي خلصت وخلاص. فكك دلوقتي من شعور السعادة اللي حكيت لك عنه وركز على آخر مادة عندك وهي الأحياء، واللي هتكلم عنها في الفيديو ده. امتحان الأحياء 2022 و2023 اللي هو دفعتي ما كانش سهل أبدا. أنا مش بخوفكم، ولكن علشان متهملوش المادة وتقولوا إن هي آخر مادة ومش هتذاكروها وكده. مادة ب60 درجة هتفرق معاك في المجموع جدا آخر السنة. لو انت شايف ان الأحياء سهلة وان المادة سهلة، ففي الامتحان مش هتبقى كده إطلاقا. الأسئلة اللي جات لنا السنة اللي فاتت في امتحان الأحياء كان مصدرها جامعة أمريكية دفعة 2005 هناك، فاوعى تعتمد مثلا عشان حليت كتب كتير في الأحياء أو حليت أسئلة كتير فانت تقدر تقفل في الامتحان بسهولة. في الفيديو ده هقولك ازاي تذاكر كل جزء في المنهج بالتفصيل وبالطريقة اللي لو كنت ذاكرت بيها السنة اللي فاتت كنت أقفل في امتحان آخر السنة، أو على الأقل أحل الأسئلة بسهولة. وهقول لكم اهم الكتب اللي تحلوا منها في ليالي الامتحان، وتتابعوا مين في الايام دي، بحيث ان هو بيجيب اسئله وافكار قريبه جدا من افكار الامتحان. واهم النصايح اللي تعملها الايام دي، بحيث انك لو طبقت النصايح دي باذن الله تقفل الماده او على الاقل تنقص اقل درجات ممكنه. تعالوا بقى دلوقتي نمسك كل فصل نشوف هنذاكره ازاي. عندكم مثلا 5 فصول: الدعامة والحركة والمناعة والتكاثر والدي ان ايه والار ان ايه والهرمونات. اهم فصلين فيهم واللي بيجي عليهم اكتر اسئلة الامتحان واصعب الاسئلة وهم فصلين التكاثر وفصل الدي ان ايه والار ان ايه. اول فصل هنتكلم عنه وهو التكاثر. اكيد انت عارف كمعلومة عامة ان اكتر فصل عليه اسئلة في الامتحان هو فصل التكاثر، اسئلته كتيرة جدا وبتلخبط. انت لو ركزت على الفصل ده وذاكرته بضمير بجد، ايا كان انت كنت مراكم فيه ايه من اول السنة، او حتى لو لسه ما بدأتوش فهتلحق تخلصه الاسبوع ده ان شاء الله. دلوقتي الفصل ده لما تيجي تذاكره لازم تذاكره على مرتين منفصلين. لما تيجي تذاكره ذاكر النبات لوحده والانسان لوحده، ما تدخلهمش على بعض، لان حرفيا النبات لوحده بيدخل في بعضه والانسان لوحده بيدخل في بعضه، فما تدخلهمش في بعض. نصيحة خدها مني من دلوقتي: احنا دايما بنكروت النبات، واسئلة النبات في امتحان اخر السنة حرفيا كتير وبتزعل. مش معنى ان احنا عندنا جزء نبات في الكتاب فاحنا نبصمجه ونعديه، لان هو بجد جزء مهم لازم نكون فاهمينه ومذاكرينه كويس جدا. اسئلته في امتحان اخر السنة بتعتمد انك كنت مذاكره ومش مبصمجه. نيجي بقى دلوقتي للجزء بتاع الانسان. بصوا انتوا هتذاكروا تكوين كل سيستم لوحده، يعني هتذاكروا الميل لوحده والفيميل لوحدها، تكوين الجهاز نفسه بالنسبة للذكر وبالنسبة للأنثى، اللي تركزوا عليها جدا وتاخدوا بالكم منها لان هي اللي عليها حوارات كتير ومكمله معايا للاخر، وهي الفيميل. هناخد فيها البريد والهرمونات والحمل والحاجات دي كلها، فاحنا محتاجين الاول نبقى عارفين الاساسيات. حلوا على الشابتر ده كتير جدا جدا واعملوا مقارنات على قد ما تقدروا، لان اسئلته كتيره وبتلخبط. دلوقتي وانت بتذاكر الشابتر ده لازم تكتب ورا المستر كل حاجه بيقولها، ولو انت حاسس في المراجعه انك مش فاهم قوي في الشابتر ده بالذات، روح للشرح الاساسي اسمعه وبعد كده ارجع للمراجعه. حاجة مهمة جدا لازم تعملها وانت بتذاكر الفصل ده انك تكتب الفروقات بين الحاجات اللي بتلخبطك. يعني عندك مثلا ملكة نحل العسل وحشرة المن. لو جينا لملكة نحل العسل، ملكة نحل العسل بتبقى 2 نون، تنقسم ميوزي لنون ونون. نون دي لو عملنا لها توالد بكري لا جنسي بتدي نون، بس بتبقى في الغالب ذكور لما بنعملها. ولو عملنا لها إخصاب جنسي بتدي 2 نون، زي كده نظرية الملكة والشغالة. لو جينا لحشرة المن، 2 نون تنقسم ميوزي أو ميتوزي. ميتوزي بتدي 2 نون تولد بكري لا جنسي بتدي 2 نون إناث. عاوز اقولكم انكم لو مش كاتبين كده انتوا مستحيل تفهموا وهتنسوا كل اللي بيتقال. اوعى تعتمد انك بس تسمع المحاضرة وتقول لا انا فاكر اللي اتقال ومش هنسى، لا لازم تكتب كل حاجة مهمة عشان تراجعها ليلة الامتحان. حاجة كمان عايز اقولها لك: في الفصل ده بعض الحاجات اللي لازم تكون عارفها زي نظام الحدوتة علشان تثبت في دماغك. يعني مثلا ملخص دورة الطمس. يعني مثلا هقول لكم دلوقتي ملخصها سريعا: ياتي من الغده النخاميه FSH تكوين حويصله جراف، ثم حويصله جراف تعمل استروجين اللي بيعمل على انماء بطانه الرحم، ثم ياتي ال LH ده بيعمل 3 حاجات:
تفجير، تحرير، تكوين، وهكذا بقى بقية الدورة. انت لو ذاكرتها كده بالطريقة دي هتساعدك كتير جدا وهتخليك فاكرها في الامتحان. انت لازم تكون مرتب افكارك بالطريقه دي كويس جدا وعارف ايه اللي بيحصل الاول وايه اللي بيحصل في الخطوه الثانيه، لان ممكن في الامتحان يجي يقول لك مثلا تكوين الاف اس اتش الاول ولا تكوين ال اتش الاول، فبالتالي انت لو فاهم وعارف ايه الخطوات بالترتيب هتعرف تحل. فصل التكاثر فيه رسومات كتيره جدا، ابدا ذاكرها كويس حتى لو هتقسم كل يوم رسمتين 3، لان امتحان السنه اللي فاتت لما دخلنا كان اغلب الاسئله فيها رسومات، حتى الاسئله النظري اللي كانت موجوده كانت برسمه. اهتم بالرسمة جدا، واي رقم موجود على الرسمة، اي رمز مكتوب على الرسمة، اي حاجة على الرسمة عامة ركز عليها جدا واعرف وظيفتها، لان حرفيا هيجيلك في الامتحان يسألك على الحاجة دي ان شاء الله. وبكده نكون خلصنا فصل التكاثر، ايه اهم الحاجات اللي ممكن تجيلك فيه، تذاكره ازاي. اتمنى تكون كتبت المقارنات والحاجات اللي قلتلك عليها في الفصل ده ورايا في ورقة. وبكده نكون خلصنا كل الفصل بالتفصيل. ندخل دلوقتي على فصل الدي ان ايه والار ان ايه، وده تاني اهم فصل عندك في المنهج. فصل ال DNA وال RNA هو فصل الحمض النووي وتكوين البروتين. صدقني بقى الفصل ده اللي هيمرجحك في أسئلته في الامتحان، لأن حرفيا أسئلته مش مفهومة ولا بتعرف تتحل. مش الفكرة انك مش عارف تحل السؤال، الفكرة انك مش فاهم هو عايز منك ايه في السؤال. المفروض دلوقتي لو انت لسه مذاكرتوش او ما تعرفش عنه حاجة، انت ما تسمعش اي مراجعة نهائية ليه غير لما تسمع شرح اساسي، لان حرفيا اسئلته في الامتحان صعبة جدا وبتلخبط، يعني مش هتعرف تحلها بسهولة غير لما تكون مثلا سامع الشرح باتقان وبعد كده بقى تعالى اسمع المراجعة. الشابتر ده كله يعتبر مرتبط ببعضه، يعني مثلا ما ينفعش تبدأ بالدرس التاني في الدي ان ايه وتعتقد انك ممكن تفهم حاجة. بداية بقى من اكتشاف المادة الوراثية وتجربة جريسيس لحد الآخر لازم تكون ماشي بالترتيب، لأنها تعتبر زي السلسلة المتصلة. عاوزة برضو أفهمكم حاجة، انتوا ممكن في الدي ان ايه تحس انك تايه والمعلومات عليك كتيرة جدا، عشان كده أنا بقولك اكتب ورا المستر كل كلمة بيقولها وركز في كل حاجة وحاول تكتبها وراه. يعني مثلا عندكم في تكثيف الدي ان ايه، تكثيف الدي ان ايه بيتم عن طريق البروتينات الهستونية والغير هستونية. البروتينات الهستونية بتكثف الدي ان ايه ل10 مرات، بعد كده بتيجي البروتينات الغير هستونية بتكثف الدي ان ايه ل100,000 مرة، فبالتالي المجموع الكلي في الآخر بيبقى حوالي هو مليون مرة. عندكم مثلا ركزوا على الكروموسوم. الكروموسوم يتكون من دي ان ايه وبروتين، عند إزالة الهستونات يصبح الدي ان ايه سلسلة على شكل لولب مزدوج. كل دي معلومات مهمة جدا في الفصل ده، ركزوا عليها وحاولوا تكتبوها ورا المستر اللي بتاخده معاه، ولو لسه ما سمعتوهوش اكتبوا المعلومات دي ورايا وذاكروها كويس جدا. وبجد بنبه عليكم تاني لازم تكونوا بتكتبوا كل حاجه ورا المستر في المراجعه النهائيه، لان بجد هتنسوا كل الكلام ده والله. ما تقولش انا فاكر المعلومه دي وخلاص ثبتت في دماغي، انت هتنساها، مش هتفتكر اي حاجه، ومش هتثبت في دماغك غير لو كتبتها في ورقه معاك وقعدت تراجع عليها في الليل اللي قبل الامتحان. بنبه عليكم تاني اكتبوا كل حاجه. عندكم برضو حاجة مهمة قبل ما اخلص تلخيص الفصل ده لازم تركزوا عليها جدا، وهي في تكثيف الدي ان ايه. عندكم في التكثيف بنجيب الدي ان ايه وبنلف حواليه البروتينات الهستونية، عشان هي فيها احماض ارجين ولايسين اللي هما فيهم مجموعة الالقاين ار الموجبة، والدي ان ايه فيه مجموعة الفوسفات السالبة، فالدي ان ايه هيمسك في البروتينات الهستونية. الدي ان ايه والبروتينات الهستونية بنسميهم بالنيوكليوسومات. صدقني انت لو مش كاتب بالطريقه دي ورا المستر اللي كنت بتتابع معاه او كاتب ورايا المعلومات اللي قلتها لك دي، صدقني مش هتفتكر اي حاجه في الامتحان ومستحيل تكون فاهم اصلا الكلام اللي بيتقال. وبكده اكون قلت لكم اهم فصلين في المنهج ازاي تذاكروهم وايه اهم الحاجات المتوقعه فيهم وتذاكروا كل جزئيه فيهم ازاي، فركز في كل كلمه قلتها ويا ريت تعمل بالكلام اللي قلته لك في الفيديو. ندخل دلوقتي على ثالث فصل اتكلم عنه وهو الهرمونات. فصل الهرمونات هو اسهل فصل ممكن تذاكره، ولكن برضو اسئلته مش بتيجي سهله في الامتحان، لازم تكون حايل عليه اسئله كتير عشان تعرف تتعامل مع الاسئله اللي عليه. محتاج منك تبقى عارف الحالات بتاعت كل هرمون لما بيزيد وبيقل بتبقى ايه، لو حفظت كل هرمون بيعمل ايه، بيجيب امراض ايه، النسب، لو جالك حاله في الامتحان تشخصها هتعرف تحلها، الكلام ده كله هتعرف تحل الاسئله بسهوله جدا. ولكن في الفصل ده وانت بتذاكر الهرمونات، في هرمونات فيه موجوده في فصل التكاثر، حاول تربط الهرمونات دي ببعضها. يعني مثلا عندك هرمون البروجسترون. هرمون البروجسترون بيعمل على تنظيم دورة الحمل، تنظيم الغدد الثدية، تنظيم التغيرات الدموية في غشاء الرحم واستقبال البويضة وزراعتها والمشيمة والجسم الأصفر والمبيض. دي تكوينات بيعملها البروجسترون، حاول تربط بينها وبين فصل التكاثر علشان تعرف تحل كويس، وإن شاء الله ربنا يوفقكم وتحلوا كويس فيها. دلوقتي بقى لسه آخر فصلين وهما الدعامة والحركة والمناعة. هبدأ أتكلم معاكم في الأول عن المناعة وسيبوا الدعامة والحركة للآخر. عندنا في المناعة لازم نمشي بالترتيب، يعني مثلا امشي بالترتيب اللي هقولك عليه ده،
واول حاجه نتكلم عنها وهي المناعه في النبات. المناعه في النبات نوعين: المناعه التركيبيه سلفا، وفي المناعه التركيبيه المكتسبه. بعد كده بندخل على القدمة دي بيطلع منها شموع وشعيرات وأشواك. بعد كده بقى بندخل على الطيلوزات، بعد كده الجدار الخلوي، وهكذا بنكمل باقي السلسلة. انا بلخصها لك بس ملخص سريع، ولكن هي لسه في اكتر من كده. المناعة في النبات انت تروح تذاكرها كويس وتسمع شرح ليها وتكتب كل حاجة بالتفصيل المهم. دلوقتي بقى ندخل على المناعة في الإنسان، اللي هي مثلا الطحال، العقد الليمفاوية، بقع باير، وهكذا. بنمشي بنفس الترتيب ده. بعد كده بقى بيجي الخلايا الليمفاوية زي البي والان كي والتي، اللي هي الطاقية والقاتلة الطبيعية والبائية. بعد كده خلايا الدم البيضاء والمواد الكيماوية وآلية عمل الجهاز المناعي وخط الدفاع الثالث. حاولوا تعملوا الحاجات دي مثلا في صورة ذهنية أو خريطة ذهنية علشان تفتكروها أسرع، بحيث إنك مثلا تبقى قاعد في الامتحان تفتكر إنك كنت عامل دي فوق دي تحت، الكلام ده كله زي الشبكة كده تفتكرها بسهولة. ندخل دلوقتي بقى على آخر فصل نتكلم عنه وهو الدعامة والحركة. في الفصل ده انت مطالب بحاجتين: هتمسك كل جزء في الهيكل وتكتب عليه أهم التفاصيل وأهم الأرقام الموجودة فيه. يعني مثلا عندك الحزام الحوضي، الهيكل الطرفي، الدراع، الرجل، اي جزء في الهيكل العظمي لازم تكتب عليه اهم التفاصيل واهم الارقام الموجوده. يعني مثلا عندك الهيكل محوري 80 عظمة، في منهم 26 عظمة عمود فقري، 22 عظمة عظام جمجمة، 7 ملحقات جمجمة، 25 قفص صدري اللي هم 24 في الضلوع وواحدة عظمة القص. السؤال اللي هقوله لك دلوقتي في الدعامة والحركة هتلاقيه ان شاء الله يوم الاربعاء الجاي في امتحان الاحياء. هيجي سؤال يقول لك مثلا عدد النتوءات في 3 فقرات. هقول لك قانون سهل جدا تحل بيه السؤال ده. القانون هو عدد الفقرات في 4 بيساوي العدد اللي هيطلع ناقص 4. يعني ايه؟ يعني مثلا السؤال اللي قلته لك ده هنحله ازاي؟ هنقول عدد الفقرات، انا قلت 3، هنقول 3 في 4 بتساوي 12، 12 ناقص 4 بتساوي 8. يعني انت لو عايز اي عدد نتوءات بين الفقرات حله بالقانون ده، وان شاء الله تحله صح وهتحله بسرعة وهينجز معاك. دلوقتي خلصنا فصل الدعامة والحركة، ويعتبر خلصنا ال5 فصول. اهم الحاجات اللي فيها تذاكرها ازاي، تركز على ايه، الحاجات دي كلها قلتها معاكم في الفيديو. ولكن دلوقتي بقى جه دور ان اقولك ايه افضل كتاب تحل منه في ليالي الامتحان. اسئلته قريبه جدا من امتحان اخر السنه. بصوا، بالنسبه ليا كتاب الامتحان والتفوق احسن كتابين تحل منهم في ليالي الامتحان، وخصوصا كتاب التفوق. كتاب التفوق افكاره قريبه جدا من اسئله امتحان اخر السنه، لان هي سهله بس صعبه. اللي هو بص، هي تحسها سهله كده وتتحل، ولكن هي فيها فكره ومش هتحل بسرعه. فكتاب التفوق حلو جدا. لو ما معكش كتاب التفوق فارشح كتاب الامتحان بعده على طول. دلوقتي بقى دور اقولك تسمع مين في الاحياء اللي يملك الدنيا في ليالي الامتحان. اكتر مادة حرفيا ليها مدرسين على اليوتيوب هي الاحياء. كل مادة ليها مدرس او 2، الا الاحياء فيها مليون واحد. ولكن انا هقولك اللي كنت بسمعه واللي برشحه برضو ممكن تسمعه. كنت مشتركة مع دكتور محمد ايمن في الاحياء من اول السنة، وبالتالي مراجعات النهائية وكملت مع ليالي الامتحان. وبالنسبة لي شرحه كان كويس جدا ووافي جدا ان احل كويس في الامتحان. ممكن بقى لو ما بتسمعش دكتور محمد ايمن ومتابع مع حد تاني، ممكن تسمع دكتور احمد الجوهري، ممكن دكتور هوبة، ممكن قناة الموسوعة، مش عارفة كام قناة تانيين كده. اي حد بتفهم منه ومتابعه من اول السنة خليك معاه في ليالي الامتحان. كلهم بجد افكارهم كويسة وبيحلوا كويس. ولكن يعني لو ارشح فارشح دكتور محمد ايمن ودكتور احمد الجوهري. وبكده اكون وصلت لنهاية الفيديو. لو عندكم اي استفسار او اي حاجة اكتبوا لي تحت في الكومنتات، وان شاء الله هرد عليكم قبل امتحان الاحياء. وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وسبسكرايب للقناة عشان تشوفوا الفيديوز الجاية.